مساء الخير حبايبي، مساء الخير على درابين أهلنا الطيبين. رمضانكم كريم، كل رمضان وأنتم بألف خير. اليوم روتين يومي، تصوير البيت وأجواء الرمضانية الحلوة. وهذني البلابل مالتنا حلوات. طبعا سبحان الله أجواء رمضان أجواء كلش حلوة، كلش حلوة، دافئة جدا بالمحبة والإيمان، الطاقة الإيجابية. سبحان الله الشهر هذا الحلو يجي وياه طاقة إيجابية تجنن تجنن. تحسه غير أشهر السنة، شي حلو، حسسك بالدفو بالراحة بالأمان، بين أكو رب سبحان الله كريم يستحق بأن نعبده نشكره نستغفره على كل ذنوبنا على كل أمورنا. الألعاب الحلوات طبعا تعرفون بياني أحب الحيوانات خاصة البلابل والطيور بأنواعها. هاي الأجواء الرمضانية حلوة سويناها هنايا، هلال والنجمة، ترتيبات حلوة وأنيقة بنفس الوقت. هنايا همية طبعا أنا مدى أطلع سفرة رمضان لأن دا أتعاطف مع أكو ناس ما عندها والله فقرة، فماكو داعي. يطلع الشهر الكريم ونبدي نسوي سفراتنا وأكلاتنا شغلاتنا الحلوة. إن شاء الله تنال رضاكم، بس بهذا الشهر لا والله أنا كلش آسفة. إن شاء الله بس يخلص شهر رمضان الكريم نبدي جولاتنا الحلوة بدرابين العراق الحلوة، محافظاتنا الجميلة أيضا، طبخاتنا الحلوة من أيادي أمهاتنا الطيبة، فلكلور مالتنا، طبخاتنا القديمة، أمثالنا الحلوة، أشياء إحنا نعيشها وإن شاء الله أشارككم بيها. شيء أكيد الأمثال وأشياء الحلوة اللي إحنا تجمعنا كعراقيين وعرب، تجمعنا تقاليد وحدة إن شاء الله، دين واحد إن شاء الله، ماكو فرق بالأديان. إخواننا المسيح، إخواننا الصائبئة، إخواننا الأزيدية، كنا نعبد رب واحد. الدين الإسلامي دين حلو، دين وسط، ما بأي تعنصر أو طائفية أو كره للأديان، بالعكس. دليل على ذلك القرآن الكريم ذكر الأنبياء كلهم جميعا وبسور معروفة، آل عمران، السور الهواية اللي تثبت إن إحنا معترفين بالأنبياء كلهم. والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. إن شاء الله يا ربي حنكون خفيف يضل عليكم هذا الشهر الكريم، إن شاء الله من يخلص على خير وسلامة نبدأ عاد روتيننا إن شاء الله بدرابين أهلنا الحلوين الطيبين، ترتيباتنا الرمضانية الحلوة الناسكة اللي على قدنا. أريدكم تدعموني على مود نتواصل إن شاء الله. عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة.
رواه البخاري ومسلم. طبعا المبخرة شيء ضروري بكل بيت عراقي وكل بيت مسلم عربي أيضا. أحب البخور أني هواية. إن شاء الله يا ربي إفطاركم شهي حيكون. إحنا اليوم ما دام اليوم أربعاء فأكيد الإفطار مالتنا حيكون سمك وتمن أحمر. يعني أنا كل أربعاء أسوي سمك مشوي أو مطبق، شوف شنو الأولاد يريدوا، بس اليوم يريدون مشوي. طبعا شيء أكيد العراقيين معروفين بأنه السمك لازم وياه تمن أحمر، قليل يسوون وياه تمن أبيض. شيء أكيد زلاطة ناعمة، طرشي، خبز حار عراقي، وكل شيء نعمة من رب العالمين. أنا ما أحب أسوي وجباتي هواية على فطور، خلي أحب أسوي وجبة رئيسية وحدة، وطبعا الشوربة صديقة العائلة تكون موجودة بكل يوم وحاضرة بقوة، لأن التبذير حرام، والوجبة الوحدة تخليك تاكل باستمتاع. إن شاء الله يا ربي نشوفكم على خير، ومن هسه مقدما أقولكم إفطار شهي ودمتم بخير أحبابي، درابين أهلنا، مع السلامة.